بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وحشوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. كل سنه وانتم طيبين ونعاد عليكم الايام بالخير يا رب، وربنا يجعله عيد فطر مبارك علينا وعليكم مع الامه الاسلاميه. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده جاي لكم فيديو جديد، روتين في المطبخ، روتين العيد يعني يا جماعة، وتنظيفة العيد زي ما انتم عارفين في كل بيت لابد منه. قلنا بقى نعمل روتين في التلاجة كده، بقالنا فترة ما عملناش معاكم روتين في التلاجة. بص يعني كنت بوريكم قبل وبعد، بس التلاجة يعني ايه، عايزة اختصر معاكم الروتين، عشان عارفة ان انتوا يعني زهقانين من الروتينات والحاجات ديت وشبعانين منها، وكلكم يعني زي حالاتي كده. صلوا على الحبيب المصطفى كده وكملوا معانا الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وتنصر ليك يا جماعة، فضلا وليس امرا. اللي محطش لايك يحط لايك كده ويدعمني كده ويشجعني. كل سنة وانتم طيبين ونعاد عليكم الايام بالخير يا رب. بوريكم بقى شكل المطبخ بعد ما خلصت يعني، تمام. وشكل تحت الحوض، تحت الحوض ده طبعا اللي متابعني من زمان ومتابع فيديوهاتي، كنت مربيه فراخ بيضه تحت حوض المطبخ. تحت الحوض اللي انت شفتيه ده جنب سله الزباله كده، كنت محلقه كده بالصدام بتاعت فرن البوتاجاز، اللهم صل على النبي. وكنت مربيه فراخ ما شاء الله من اول ما جبتهم من عمر يوم لحد ما ذبحتهم وخلصتهم خالص، ونضفت تحت الحوض ومسحت وطهرت بالكلور والسيراميك كمان بتاع الحيطان، ظبطت يعني. والتلاجة كمان عملنا فيها روتين، بس يعني حبيت اختصر عليكم يعني عشان ما تزهقوش وتملوا، بختصر لكم يعني الحاجات دي عشان انا عملتها كتير قبل كده في القناة معاكم، واكيد كل بيت عمل الحاجات دي في العيد، تمام. اكمل لكم بقى الفيديو ده. انا كنت نزلته امبارح، فيديو الكحك، كنت نزلته، بس بعد ما نزلته لقيت جايلي عليه حقوق طبع ونشر. ليه؟ مش عارفة بقى. وانا بسجل الصوت كان في صوت اغاني، ممكن يكون ابني. انا كنت قاعدة في الصالة بسجل الصوت، وكان الفجر بيأذن، فمش عارفة بقى. ابني كان قاعد جوه في الأوضة ومشغل التليفون، فمش عارفة الصوت بتاع التليفون طلع في الفيديو وانا بسجله في التسجيل ولا ايه الحكاية يعني. هو مفيش حل يعني، مفيش حاجة غير كده، لان انا ما كنتش مشغلة حاجة ولا كده ولا كده. فهو انا بقول كده يعني ان هو ايه، اول مرة في حياتي من ساعة ما فتحت القناة، بقالي 3 سنين فاتحة القناة، ما جاليش حقوق طبع ونشر دي خالص خالص على اي فيديو من الفيديوهات، لان انا يعني ايه، ببقى حريصة يعني على الحاجات ديت. مش برضه ان انا انزل اي حاجة فيها اغاني او الكلام ده كله، لان انا مش حمل القناة بتاعتي، مش حمل اي حاجة يعني، هي ماشية بالزق كده. صلتوا بينا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. المهم خليت المطبخ فله بقى وروقته وظبطته زي ما شفتوا كده، التلاجة والارضية بتاعت المطبخ كلها، والرخامة والبوتاجاز تحت الحوض، ويعني الارضية كلها. دلوقتي بقى ايه الفيديو بتاع الكحك ده، انا عاملاه بقاله دلوقتي النهارده التالت، بقاله تلات ايام كده، وكنت نزلته لكم امبارح يعني في صلاة الفجر كده، بس لقيت جالي عليه زي ما قلت لكم كده حقوق طبع ونشر، فايه رحت حذفته، وقلت بقى ايه، اسجل لكم عليه صوت من تاني وانزله من تاني من اول وجديد. هو ما كانش لحق يتشاف يعني، ما تشافش، ما كانش جايب مشاهدة اللي هي تمام. المقادير بقى يا جماعة بتاعت الكيلو دقيق الكحك: نص كيلو سمنة، كيلو دقيق، 3 معالق من السمسم كبار، يكونوا يعني ايه محمصينهم كده نص تحميصة يعني من ضيع الرطوبة بتاعتهم بس كده على النار. كوباية ونص من الحليب، مج ونص، المج اللي انتوا شفتوه ده، وحطيت كمان نص مج، خد مني كيلو دقيق، مج ونص لبن حليب دافي كده زي دمعة العين، معلقة كبيرة من بيكنج باودر او كيك شيف، معلقة كبيرة خميرة
كيسين ظرفين من الفانيليا او معلقة فانيليا، معلقتين من السكر، ذرة ملح بسيطة، بس كده مفيش اكتر من كده. هي دي كل مقادير الكحك، سهلة وبسيطة خالص ومش مكلفة ولا متعبة، بالعكس والله العظيم ما خد مني اي حاجة خالص. عجنته بقى زي ما شفتوا كده، هو ما بيتخمرش يا جماعة قبل التقطيع، لا انت بتخلصيها عجن ويمدوبك بس بتسيبها تستريح بس كده حوالي 10 دقايق، يمدوبك تجهزي الصواني بتاعتك وحاجتك اللي هتقطعي فيها. جبت الطبلية بقى وجبت الصواني وقعدت في الصالة كده ايه بعد الفطور. الكلام ده يعني انا عجنتها قبل الفطور، عجنتها وايه وفطرنا، ورحت ايه متضيره بقى ايه جبت الصواني وقعدت كده ايه اشكل فيها. صلوا على الحبيب مصطفى يا جماعه، واللي وصل معايا لحد هنا وما حطش لايك يا ريت تحطوا لايك كده ودعموني كده وشجعوني، واللي مشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي فضلا وليس امرا. هنا بقى انا هعمل اول صينيه زي ما انتم شايفين كده، يعني الكحك اللي هو بالبصمه ده، بس بصراحه البصمه النوبادي طلعت مش حلوه. البصمه كده مش بتبقى باينه، يعني بعد التخمير وبعد التسويه تلاقي البصمه مش باينه خالص ولا ظاهره في البصمه بتروح. انا عملت صينيه كده وصينيه كحك مفتول، يعني كحك المدور بتاع زمان ده، بس انا عاملاه يعني ايه على حجم صغير. زمان كنا بنعمله كبير كده، كحكايه ما شاء الله كانت كبيره، والدايره بتاعتها او الحلقه بتاعتها تلاقيها واسعه من جوه كده، بس انا عاملاه يعني ايه مسمسم كده ومقاسل كده. صلوا على الحبيب المصطفى كده واذكروا الله، لا اله الا الله، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كتروا يا جماعه من التعليقات كده ودعواتكم الجميله، ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب، وعيد سعيد عليكم وعلى كل اسرتكم واخواتكم وحبايبكم، ودايما فرحانين وسعداء ومتهنيين. ده شكل الكحك بتاعنا يا جماعه، وبعد ما طلع من الفرن يعني حبيت برضو اختصر دي بقى ايه اللي انا نقشتها بالمنقاش، شكل الكحكه بتاعتنا والقرصه بالمنقاش. بس كده ده الشكل النهائي للفيديو بتاعنا وللكحك بتاعنا، ورشيت عليه السكر برضو كان التليفون فصل مني. وده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا مني، ويا رب اكون بفيدكم بكل الفيديوهات اللي بقدمها لكم. متنسونيش بقى بدعوه حلوه من قلبكم واشتراك بالقناه ولايك وشير للفيديو فضلا وليس امرا. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. احلى اخوات في الدنيا، ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب، وعيد سعيد عليكم.